يا جماعه هو احنا متخلفين؟ هو احنا عبط؟ ايه الهبل ده؟ ليه بيضحكوا على جماهير الاهلي كده بجد؟ يعني ماجيكانو منزله البوست الحلو ده، ايام زيزو الفن الجميل والكوره ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده واخد رجل اللقاء. ده غير الاحتفالات اللي هو ها في ايه في ايه عارف في ايه؟ هم عايزين ينجموه. طب تعالوا نتكلم كده بصراحة شديدة جدا. يمكن احنا نكون احنا عبط ومتخلفين والاهلاوية دول هما اللي صح. يمكن يكون احنا فعلا عندنا من كتر الحرقان اللي من زيزو احنا بنظلمه. الاهلي جايب 3 اهداف النهارده. 3 اهداف. زيزو بيرفع الكورة اللي هي بيعملها 50 مرة غلط منها واحدة صح. فبيرفع الكورة جت لمدافع وادي دجله اتلخبط فيها، تمام، فجت لتريزيجول جابها جون. الهدف الاول بصمه زيزو. الهدف الثاني لاعب كوره عاديه جدا جدا لامام عاشور بالعرض ورا، تمام، فامام عاشور المدافع كعبله فاتحسبت ضربه جزاء. زيزو جابها جون وقعد يعمل احتفالات عالميه بهلوانيه غريبه جدا جدا جدا. ايه الهيصه دي؟ طيب الهدف الثالث. الهدف الثالث بقى هو لاعب كوره لامام عاشور. فامام عاشور عمل كل حاجه في الكوره فلعبها عرضيه لمروان عثمان، فمروان عثمان جابها جون. زيزو بصمه الهدف الثالث. هل بجد هو بيقدم حاجه احنا مش شايفينها؟ بجد هل هو لاعب بجد يستاهل الضجه دي؟ واخد رجل اللقاء ليه؟ اوعى تسال سؤال زي ده. هو واخد رجل اللقاء عشان الاسياد عايزين رجل لقاء، عشان يفضل نجم، عشان يعمل اعلانات، عشان يضحك على الناس، عشان يوهموا الناس ان هو نجم كبير، وطبعا عشان يبقى مع منتخب مصر في كاس العالم. امال ايه؟ امال ايه؟ هو انت شفت من زيزو حاجه في افريقيا؟ افريقيا شفت منه حاجه؟ لا. طيب لا لازم برضه. ليه؟ عشان الاهلاويه يرضوا على حسام حسن. ده لو حسام حسن ما كانش زيزو معاه بجد ممكن يرجعوه من امريكا. مش هيسافروه امريكا اصلا، هيغيروه اول ما يعلن القايمه. احتفال زيزو غريب جدا جدا، بيبين حاجه واحده، ان هو ما بيعرفش يسجل، ان هو لاعب محدود الامكانيات، لاعب مستواه الحقيقي هيظهر مع الاهلي في فتره معينه. الاهلي هيحتاج حاجه منه كويسه او حاجه منه صعبه هو مش عارف يعملها. احتفال ها حاجه غريبه جدا امام وادي دجله. لايك مهم جدا، كنا شير مهم جدا الفيديو، فول على المتابعه. سلام.